شكلين بالكلوشه. هاي شنو؟ هاي تفيد اللي ما عندها بطن، اللي ما عندها بطن عاليه، اللي ما عندها بطن عاليه. زين، من بعدها اجي اسوي بالمسطره رقم 1. وين المسطره رقم 1؟ خليني اجيبها ثواني. من بعدها شوفوا، من خط الخصر اطلع بالخط الكلوشه الى نهايه الذيال، الى نهايه الذيال. ماشي؟ هذا عندنا اول قصه للكلوشه. من بلشت خط الكلوش من الخصر. لكن اذا هي عندها صاحبه بطن عاليه، تمام، وتقول لك انا عجبتني كلوشه، بس اذا تخصري لها منها راح البطن تكون عندها بارزه، شو نسوي؟ نبلش بالكلوشه من حفره الابط، من حفره الابط. راح تقولي لي شلون استاذ محمد؟ راح انزل فقط 3 سنتيمات. شوفوا 3 سنتيمات اخصر، 3 سنتيمات اخصر. اشوف الورك ايش قد عندي، اشوف الورك ايش قد عندي. عمود ما ادخل على الورك. عندي الورك 35 وهاي 35، تمام. ايش راح اسوي؟ من خط الخصر اطلع بقصة الكلوش. باعوا هذا الكلوش من جتي؟ هاي الكلوشه، هاي الكلوشه جتي من حفرة الابط، مو من الخصر، من حفرة الابط. شوفوا، طبعا اذا عندك قماش اكثر راح تبين اكثر القصه، بس ما انه انا عندي هنا 2.5 متر ولدان كامله رياضي، فراح ما يبقى عندي قماش زايد. اذا حبايب شوفوا، صار عندي حبايب، شوفوا صار عندي تخصيره من الخصر، كلوشه من الخصر وكلوشه من الابط. هسه انا راح اقص على الكلوشه من الابط. واضح حبايب؟ نبلش ونقول يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بما انه عندي القماش ثخين مو مثل الكشميرات، ايدينا ورا المقص تكون. شوفوا هسه انا راح ادخل المقص هيج، ايدينا باعوا وين؟ ايدينا ورا المقص. عامل ليه يتحرك القماش جوا ايدينا حبايب؟ لانه القماش ثخين. اذا منتبهين اكو هوايه خياطين يدوسون على المقص، شفتي؟ اكو شي يدوسون على المقص. هم صحيحه اذا كان القماش بعد اثخن من هذا، بعد اثخن من هذا. واضح؟ فشو نسوي احنا؟ نخلي ايدينا ورا القماش، نثبت القماش على الميز او على القاع. انت تشوفون توصلين. شوفوا المقص ما يمشي لانه القماش بصراحه يثخن. ماشي حبايب؟ هسه عندنا هنا الذيال، هسه عندنا هنا الذيال حبايب. شوفوا هنا، هاي الذيال. بقى حبايب انا هسه عندي ذيال. شو راح اسوي؟ اجي اقيس هذا عرض القماش اللي عندي، عرض القماش اللي عندي هذا. احدد الوسط ماله، هذا الوسط ماله انكست الصابونه. زين، والنصف مال هذا الخط ايضا اطلع الربع ماله هيج. اخلي ايدي هنا اللي هي كف، يعني 10 سنتيم، 10 سنتيم. شوفوا 10 سنتيم. واضح؟ بالكشميرات نعطيها دوران زايد، نعطيها دوران زايد. بالقديفه ما نعطي شكل الدائره كلش، ما نعطي شكل الدائره كلش، شويه نميلها شويه. اسم اذا عندك اوفر ضربيها اوفر وكفيها خير على خير. ما عندك اوفر، هاي الطريقه للكفه صحيحه. واضح شلون؟ هاي الطريقه للكفه صحيحه، ما راح يتعبك، ما راح يتعبك. نبلش ونقول يا رب.
شوفوا حبايب، هاي القصة مال كلوشة مو قوية كلش، يعني مو كلوشة قوية كلش، لان احنا عندنا قديفة، والقديفة بالكلوشة ما تطلع كلش حلوة مثل الكشميرات او الاقمشة اللي ذابة نفسها. شوفوا حبايب هاي القصة، مثل ما قلت لكم عندنا تخصيرة شكلين، تخصيرة تبلش الكلوشة من الخصر، وعندنا عفوا الكلوشة عندنا قصتين، كلوشة تبلش من الخصر، وكلوشة تبلش من حفرة الأبط. احنا هسه فصلنا من طريقة حفرة الأبط، اذا طريقة مختلفة. واضح حبايب؟ هسه راح ان شاء الله انتظروا المقطع الثاني لتفصيل الردان مال القديفة. تحياتي لكم، اخوكم محمد سعد الطراز.